يسعد لي أوقاتكم كل خير أحلى متابعين. وصفتنا اليوم هي وصفة مربى الإيجاص أو العرموط برقق الكلس. نحتاج عندي هون الإيجاص يكونوا قاسيين أو العرموط ما يكونوا الطرايا الرخوين، ضروري يكونوا قاسيين. هلأ راح آخذ هدول الإيجاص وراح قشره وتخلص من البذور، راح آخذ منه كيلو ما يعادل الكيلو. إذا حبيتوا تستخدموا بالوصفة الوعاء أو الوزن فالأمر بيرجع لكم. عندي هون 100 غرام من الكلس، عندي هون كيلو من الإيجاص المقشر، حطيتها بالمي حتى ما يسودوا طبعا أثناء التقشير. هلأ راح أحط بلترين من المي 100 غرام من الكلس، بدي أحركها وأترك الكلس يصفى بشكل كويس لأني بدي أحتاج بس الرائق. هون صفيت القطع من المي العادية، سكبت عليها رائق الكلس، راح أتركها مدة ليلة كاملة برائق الكلس حتى لبين ما الحبات يشدوا. راح أحط عليها شي طبق حتى ينزلوا كل الحبات للأسفل. هون عندي 3/4 وعاء من السكر، مثل ما خبرتكم أنا راح أحتاج استخدم الوعاء، واللي بده يحب يستخدم الميزان. بتاخدوا 750 غرام من السكر لكيلو من الإيجاص المقشر، و4 لتر من المي. أنا راح آخذ 4 وعاء من المي، وعاء مليان من الإيجاص، 3/4 وعاء من السكر. هون حطيت المي والسكر مع بعض حتى غليوا مدة 10 دقائق، بعدين حطيت طبعا معود القرفة، بعدين سكبت عليها قطع الإيجاص وتركتها تغلي بشكل كويس. أثناء الطبخ على النار بيكون الوعاء مغطى، تخلوه مغطى أصدقائي، ما تخلوه مكشوف. هلا هون بس قرب المربى يعقد معي، ضفت عليها ملعقة صغيرة من ملح الليمون، طبعا طيبات حسب الرغبة. بدي أتركها حتى تتعقد بشكل كويس. هون بلش القطع يحمروا، هون قدمناها بهالطريقة هاي. وإن شاء الله رح تنال الوصفة عجبكم. إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوا عن اللايك وضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل يصلكم شعار بكل فيديو جديد ينزل بالقناة إذا كنتوا زوار جدد. بالختام نصلي ونسلم على خير الأنام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بأمان الله أصدقائي.